حنان وهاب، تفضلي يا حنان احكي لنا ايش عندك. القرآن الكريم يقول ان الشرك لظلم عظيم. اقول لكم شيء واحد، احنا ما ظلمناكم، لا تتكلمي بس انتم ظلمتوا نفسكم وبنفسكم. الانسان هو اللي يظلم نفسه واللي حكمه ضميره. بيوم وفاة ذكرى وفاة استشهاد الامام علي عليه السلام برمضان وقت الفطور، دخلوا علينا 7 اشخاص عصابه مسلحه تمام بصفه انتحال شخصيه استخبارات. أنا كنت بالمطبخ، دفع علي باب المطبخ، قلت له بس استر نفسي، أنت عندك عرض، عندك شرف، أنا اعتبرني أختك، ظل يدفع الباب علي. بنتي الصغيرة، أنا للعلم زوجي متوفي ضحايا إرهاب من 2006، واللي أواني ورباني وربى بناتي الأيتام هو والدي، اللي حاليا نايم بالفراش انشل وأنا أثر تخويفهم ورعبهم إله. وحتى فلوس العملية مالته أخذوها، كل ما نملك وما عندنا غير بس قوت يومنا. واخويا اللي عندنا اللي هو مجرد محل بسيط، حتى ما تجي عليه الانظار او الاعين، يريد يصلي خلى السلاح براسه، اخذ كل ما موجود. ايش رادوا؟ قال احنا استخبارات تفتيش. طيب قلت له وين هويتك؟ انا خريجه شريعه وقانون، اعرف هاي الامور. قلت له وين الهويه مالتك اذا انت تدعي استخبارات؟ قال لي تحكين حكي زايد، خلى السلاح براسي. بنتي راحت تجيب فد شيء تسترني بيه حتى اطلع لهم، ضربها على ظهرها الطفله اليتيمه. اقول له ليش ضربتها؟ يقول لي انا ايش سويت لها؟ قال عندكم سلاح؟ والدي بس قام، والدي مصور شعاعي معروف، علم من اعلام العراق. قال له بس عمو الله وكيلك احنا ما عندنا اي سلاح، دفع والدي وخلى السلاح براسه. ليش؟ بعدين شنو صار؟ قال اريد المفاتيح مال الغرف، وكنا لمنا بغرفه واحده، لقيت والدتي واخوي حالنا حال الاساره والاطفال، عزونا بغرفه الاستقبال لانه ما بيها فشي يعني، بس باقي الغرف ما خلوا شيء، ما فتشوا، ومصرين على انه ما سال عندكم ذهب او فلوس. ظلوا يفتشون، اخذوا، اول ما اخذوا الموبايل الصغير اللي بيهم، اللي كل شويه خالي السلاح براسه ويقول له تحكين حكي زايد، هوايه حكيتي، لين قمت انادي باسم ابو الحسن علي، لين قلت يا ابو الحسن علي احضرنا، لين حكيت بالقران قال لي سكتي، لين ما يحبون كلام القران للاسف. قلت له سووا الضمير، اخذوا كل اللي عندنا. شو اخذوا؟ فلوس عمليه والدي، اني مبلغ بسيط جامعته مصرف البنات الايتام لاني موظفه بعقد، اللي احصله اجمع لهم اياه. هم سياده العقيد نفسهم المجموعه؟ نفس المجموعه. نعم استاذ، نفس المجموعه. نفس المجموعه. هم اللي اعترفوا. ايش قد اخذتوا حسين؟ لا هاي مليونين لا بس مني. لا تتكلمي. يعني هاي تسوى طابين زلم؟ لا مو ذهب للعلم، الذهب ترى برازيلي. لا تتكلمي يا اختي. لا خلي تعرف. للعلم استاذ ما يخالف، بس اريد اعرف يعني هو حتى شو يكون المبلغ يسوى؟ شرك عظيم، ما اقدر اظلمهم، الذهب اللي ياخذوه كان برازيلي مو ذهب، ولا ادعيت اقدر اقول ذهب واخذ حقي. ترى المال مو كل شيء، اهم يعني شيء الذهب اللي اخذوه طلع برازيلي؟ اي بلي برازيلي، اخذوه بس الفلوس، عمليه والدي يعني عرفتوه انتم برازيلي وما اخذتوه؟ إيه؟ لا ماخذين لتاركي. نعم ماخذين الذهب ما تاركي، كانوا يصورون ذهب. استاذ بس توضيح بسيط. نعم. يعني احنا مشينا بالتحقيق وياهم من اول خطوه لحد هاي اللحظه. هم من كثر ما دخلوا البيوت اغلب البيوت بدأوا مثلا بالبيوت المعروفه، هذا ميسور الحال، هذا دكتور، هذا شخص عنده فلوس، هذا اليوم بايع بيته. بعدين قاموا يدخلون على بيوت وصلت الى مراحل مثلا مليونين، مليون ونص كارتات موبايل، لانه المنطقه اذا نجي على منطقه الغزاليه بالتحديد 17 عمليه سطو، هي منطقه صغيره يبين بها يعني. نجي على مثلا العدل وهكذا. سياده اللواء شنو هالجرأة هاي؟ يعني بس بالغزالي زين، ماكو شرطه، ماكو امن، ماكو استخبارات، ماكو مكافحه، 17 عمليه، شنو هاي؟ الدوريات موجوده، والدوريات لو كانت ما موجوده ما كان يلقوا القبض عليها. هو دا يقول لك قبل شويه سياده اللواء دا يقول راحوا بعد نص ساعه رجعوا. العصابات الاجراميه بدات تشتغل بشكل منظم. لا تتصور انه يرجع للبيت ويدخل بدون ما اكو واحد يراقب له، اكو واحد يشيك. يعني العصابات بدات تاخذ شغلها بنظام وبترتيب، ومع ذلك انه الله مكننا ونسقط بهم عصابه ورا عصابه.
تمام. وانا بس ابدا اسالك بهاي المناسبه في السؤال لك تجاوبني عليه. نعم. بدك تسمع قصص هذه اللي قاتلين ابوها وهذه اللي عندها عمليه ابوها اخذوا فلوسها. تصور لو انت بمكاني ويخابرك كائن مكون يتوسط الذوله تقبلها؟ يعني تسالني لي انا اشتمه كائن من يكون. نعم. اشتمه كائن من يكون. والله صح. فهذا اللي احنا دنجاب ما نقبل الوساطه. نعم ناس تخابر، بس قلت لك الناس انا ما اكذب عليك، الناس المسؤولين اللي يخابرون يروحون يواجهوهم للسيد او الاخر يقول له هذا مظلوم كل شيء ما عنده، فيشيل تليفون علي وعلى العقيد وعلى العميد يقول له عندكم هذا شنو موضوعه؟ مجرد انه احنا نسولف له ثقي يفز ويصير عليه على المتهم. تمام.